على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. من يسمع؟ والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من أيضا؟ والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من أيضا؟ الآن نبدأ بالدرس. رب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: فمن صرف من شيئا لغير الله فمن صرف منها من شيء من غير الله والدليل قوله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو إلها آخر من يدعو مع الله
إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به لا هنا فقط، وأن المساجد لله إلى هنا حفظ. تقول لي إلى هنا يكفي. طيب. والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وأنواع العبادة والرب هو المعبود ليس لي معبود سواه. والرب هو المعبود الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان منه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والخشية والاستعانة والإنابة والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لله ومن صرف منها شيئا فهو مشرك لغير الله لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له عند ربه لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب نبدأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أنواع العبادة التي ذكرها في الأول مجملة ذكر أنواع العبادة مع الأدلة. قال الدعاء مخ العبادة، وهذا أول شيء. فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة يعني كالصلاة وكالعبادات والحج والجهاد وغير ذلك، الصدقة. لماذا تصلي؟ لأجل أن يرحمني الله عز وجل وأن يدخلنا الله الجنة، أجل أن يدخلنا الله عز وجل الجنة. هذا يعني دعاء عبادة، كأنك تدعو الله عز وجل، تصلي لأجل أن يعني يرحمك الله وأن يدخلك الله عز وجل الجنة. كذلك تتصدق، كذلك تحج. ودعاء مسألة هو دعاء يا رب اغفر لي، دعاء بالقول، قال المؤلف وفي الحديث دعاء مخ العبادة. صحيح يعني اللفظ الصحيح لهذا الحديث الدعاء هو العبادة، فأعظم يعني أنواع العبادة، من أعظم أنواع العبادة هو الدعاء، من أعظم أنواع العبادة هو الدعاء. قال والدليل قوله تعالى أي على أن الدعاء عبادة، بل هو عبادة عظيمة. قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. أمر الله عز وجل بالدعاء، ثم سمى الله عز وجل الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون
عن عبادتي. فبين الله عز وجل أن الدعاء عبادة، وكما تقدم معنا يشمل يعني النوعين من الدعاء، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة في هذه الآية. فالدعاء كما تقدم معنا من أعظم العبادات، فلا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك كافر، سواء يعني دعاء العبادة أو دعاء المسألة، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة، فهو يعني الدعاء بمعنى العام عبادة، هو ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة هو أيضا عبادة، ودعاء العبادة. لكن ما معنى دعاء المسألة؟ أي أن تسأل الله عز وجل بالقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، هذا هو دعاء المسألة، وهو عبادة لله عز وجل. وكذلك دعاء العبادة ليس بالقول لكن بالفعل، تصلي، تتصدق، تحج، لماذا؟ لأجل أن يغفر الله عز وجل لك، لأجل أن يرحمك الله، لأجل أن يرضى عنك، لأجل أن يدخلك الله عز وجل الجنة، أن يدخلك الله عز وجل الجنة. فالدعاء كله يعني هو من أعظم أنواع العبادات، فلا يجوز صرفه لغير الله، سواء بنوعين: أن تدعو بدعاء المسألة، لا يجوز أن تدعو الولي الفلاني أو النبي أو الملك أو الحجر أو شيء أو غيرها من يعني المخلوقات، أو غيرها من المخلوقات، لا يجوز. يا ولي فلاني أتني بالولد، يا ولي فلاني اشفع لي، ما يجوز هذا، ما يجوز. ولا يعني أن تسجد لغير الله، أن تدعو دعاء المسألة أو أن تسجد دعاء العبادة لغير الله عز وجل، فهذا شرك. صرف الدعاء لغير الله شرك، لأن الدعاء دعاء عبادة. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف هو انفعال يحصل بتوقع حلول مكروه أو فوات محبوب. تخاف أن يأتيك شيء، من يحصل شيء عليك، ضرر، حصول مكروه، أو فوات محبوب، يعني أنه يفوتك شيء تحب تريد أنت ثم لا تجد ذلك الشيء، تخاف أن يذهب هذا الشيء، فهذا هو الخوف. والخوف عبادة أيضا، لأن الله عز وجل أمر به، قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والله عز وجل لا يأمر بشيء، والله عز وجل إذا أمر بشيء دل على أنه عبادة. إذا أمر الله عز وجل بشيء دل على أنه عبادة. يعني العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في تعريف العبادة، الله المستعان نسيت، وأقوال وأفعال يحبها الله عز وجل ويرضاها، إلى غير ذلك من كلام شيخ الإسلام، أو بما معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هو يعني أفضل يعني تعريف لها، أفضل تعريف للعبادة: أقوال وأفعال يحبها الله عز وجل ويرضاها، يحب الله عز وجل ويرضاها، أو بما معنى كلامه رحمه الله تعالى، سيأتي معنا إن شاء الله. فالله عز وجل هنا أمر بالخوف فدل على أنه عبادة. إذا أمر الله عز وجل بشيء فهو عبادة، فهذا الشيء عبادة. فهنا قال الله عز وجل: فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكما يقول العلماء أنواع الخوف ثلاثة: الخوف يعني خوف السر، ذلك بأن يخاف من شيء لا يقدر عليه إلا الله، يخاف يعني شيء من غير الله، يخاف نقول من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يخاف من أحد أن يمرضه، أو يعني أن يقبض روحه، أو يميت ولده، يميته يعني بدون قتل، هكذا يميت بدون سبب، يخاف من يعني من ذلك، كما يخاف يعني يحصل من ذلك الذين يعظمون القبور
يقولون إذا لم تأتي له يعني بهدية سوف تموت، أو سوف يعني يموت ولدك، أو سوف تمرض، أو غير ذلك. فهذا شرك. الخوف، خوف السر، أن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بالله عز وجل. فما لا يقدر عليه إلا الله لا تخاف إلا من الله، لا تخاف إلا من الله. والنوع الثاني خوف طبيعي، كان تخاف من أسد أو ثعبان، حية، أو عدو سيضرك تخاف منه، فهذا خوف طبيعي جائز. فالله عز وجل قال لموسى عليه الصلاة والسلام، قال عندما يعني رمى العصا يعني ذهب موسى ولى وخاف، قال يا موسى لا تخف، صح؟ ها؟ قال لا تخف. في آيات كثيرة يعني ذكر الله عز وجل هذا الخوف الطبيعي، حصل من يعني بعض الأنبياء، وكذلك يعني من بعض المخلوقين ذكر الله عز وجل في الآيات. فألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى قال لا تخف، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فموسى عندما ألقى العصا أمره الله عز وجل أن يلقي عصاه، العصا تغيرت إلى ثعبان، إلى حية، فخاف موسى، لأن الإنسان طبيعي أن يخاف من الحية أو من الأسد، أو بعضهم يعني يخاف من الكلب، صح؟ موجود يعني كثير يخاف من الكلب، فهذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي، هذا جائز، هذا جائز. وهناك خوف نوع ثالث، وهو أن يخاف الإنسان من غيره فيترك الأمر. يعني مثلا مثل الأمر، يعني الصلاة لا يصلي، يخاف من فلان، أو يرتكب المحرم، يعني يسرق أو يزني والعياذ بالله، أو يشرب الخمر، خوف من فلان، فهذا محرم، هذا الخوف محرم لا يجوز. فالله عز وجل يعني قال قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عندما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني إذا كان الإنسان يخاف من غيره فيترك المأمور ويرتكب المحظور أي يفعل المحرم، فهذا لا يجوز، هذا الخوف محرم، هذا الخوف محرم. إذن معنا ثلاثة أنواع: خوف السر، أن يخاف فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز أن يصرف إلا لله، إذا صرف لغير الله فهذا شرك أكبر. الثاني خوف طبيعي وهذا معروف. الثالث الخوف المحرم في أن يخاف من الناس فيترك المأمور ويرتكب المحظور. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، أن يطمع في أن يعني يأخذ هذا الشيء أو أن يمتلك هذا الشيء، يرجو في أن مثلا نقول في باب الدنيا، باب التقريب، يرجو أن تكون عنده سيارة، هذا يطمع، طمع الإنسان أن يكون عنده سيارة. يرجو مثلا الرجل يعني العازب أن تكون عنده زوجة، هذا طمع قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال، لكن هذا من التمني يعني إذا كان بعيد المنال لكن ينزل منزلة القريب هذا يكون أيضا رجاء، ولكن الأصل يقال له التمني. فيعني قال الله عز وجل الدليل قوله تعالى
فمن كان يرجو لقاء ربه، يطمع في أن يلقى الله عز وجل، أي أن يرى الله عز وجل، وأن يعني يلقى الله عز وجل والله عز وجل راض عنه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة. هنا الله عز وجل ذكر أن الرجاء عبادة، قال ولا يشرك بعبادة. أول شيء في الآية ماذا قال؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ولا يشرك بعبادة، دل على أن الرجاء عبادة، دل على أن الرجاء عبادة. فإذا كان الإنسان يرجو لقاء الله، فما هو يعني ذكر الله عز وجل شيء طمع، ما هو الشرط؟ فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. إذا كان الإنسان يتمنى أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه، هذا فماذا عليه الواجب؟ أن يعمل عملا صالحا. والعمل الصالح لا يكون عمل صالح إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والرجاء يعني على نوعين: منه محمود ومنه مذموم. المحمود أن ترجو الثواب من الله عز وجل، أن ترجو الرحمة من الله عز وجل، أن ترجو يعني أن يغفر الله عز وجل لك مع العمل بالطاعة، تصلي تصوم وأنت ترجو ثواب الله عز وجل، تبتعد عن المحرمات، وإذا حصل منك يعني ذنب تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر الله عز وجل. فهذا الرجاء محمود. وأما الرجاء المذموم أن يرجو الثواب من الله عز وجل ويرجو رحمة الله عز وجل وهو لا يعمل، لا يصلي ولا يصوم، هذا تمني، فهذا مذموم، هذا الرجاء مذموم. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، الاعتماد على الله في جلب يعني النفع أو دفع ضر مع العمل بالأسباب، لابد مع العمل بالأسباب. التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر مع العمل بالأسباب. والتوكل عبادة، لأن الله عز وجل أمر به، وتقدم معنا ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة، ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. أي أمر في القرآن يأمر الله عز وجل به فهو عبادة، هذه قاعدة. فقال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا حصر الله عز وجل الإيمان على التوكل، هذا دليل على أن التوكل عبادة عظيمة، على أن التوكل عبادة عظيمة. إذا كنتم مؤمنين توكلوا على الله. إذن من لم يتوكل على الله دل على أنه ليس بمؤمن. فمن توكل على غير الله واعتمد على غير الله فهذا إما ضعيف الإيمان، وإما أن يصل إلى حد الشرك والعياذ بالله. فالتوكل كما تقدم من أعظم أنواع العبادة، لأن الله عز وجل حصر الإيمان على التوكل: إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز أن يتوكل العبد على غير الله عز وجل، والتوكل أنواع، أن يتوكل
فيما لا يكفي في شيء لا يكفي فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يجوز. إذا توكل على غير الله فهو مشرك، هذا شرك أكبر. الثاني أن يتوكل على حي حاضر قادر، يقدر، كأن يتوكل يعني على الوزير أو على الرئيس في مسألة الرزق، مسألة الرزق والمعاش يتوكل عليه، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لا يجوز الاعتماد. الرازق هو الله عز وجل، هذا سبب فقط، هذا سبب. أما أن تتوكل عليه فهذا شرك أصغر، أن تجعل تجعل هذا أن تجعل هذا كأن الرزق كأنه هو يعني بسببه أو ليس بسببه، لا نقول بسببه، أو أن تعتمد عليه اعتماد، أن تعتمد على السبب، هذا هو يعني الشرك الأصغر، اعتماد على السبب. يعني إذا لم يكن هذا الوزير أو إذا لم يكن هذا الرئيس أنا ما سأحصل على المال، هذا هو الشرك. إذا لم يكن هذا الرئيس، إذا لم يكن هذا الرجل، إذا لم تكن هذه الوظيفة أنا ما سأحصل على مال، أنا ما سأحصل على مال، هذا هو الشرك الأصغر، هذا لا يجوز. وهذا نسأل الله السلامة والعافية. يعني كثير منا واقع في هذا، الاعتماد على السبب لا يجوز، الاعتماد على السبب شرك أصغر. وترك الأسباب تواكل، نقول أنا خلاص ما سأعمل بالسبب سيأتيني ما أريده سيأتيني، ولا يعمل بالأسباب، لا، لابد أن نعمل بالأسباب. مثلا في مسألة الرزق لابد أن نعمل بالأسباب. وأعظم سبب ما هو أعظم سبب لجلب الرزق؟ ما هو أعظم سبب لجلب الرزق؟ نعم، طلب العلم هو من هذا السبب، من هذا السبب. لكن بمعنى العام نقول العبادة، عبادة الله عز وجل، طلب العلم من عبادة الله عز وجل، صح؟ نعم، من أعظم الأسباب أيضا طلب العلم من أسباب، لكن يعني أعظم سبب في جلب الرزق هو عبادة الله. وعبادة الله عامة، يدخل فيها الصلاة، يدخل فيها يعني الحج، يدخل فيها أيضا طلب العلم، يدخل فيها طلب العلم، ومن أعظم يعني الأسباب أيضا طلب العلم، لكن أعظمها العبادة، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد، إن الله هو الرزاق. يا ابن آدم تفرق لعبادتي، يقول الله عز وجل أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، وإن لم تفعل أملأ قلبك أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا، يعمل وهو فقير في قلبه. فالغنى ليس يعني عن كثرة المال، الذي عنده كثير مال هذا خلاص غني عنده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، إنما الغنى غنى القلب. فرب فقير ما عنده مال تجده كأنه عنده ملك الدنيا، مرتاح البال، ما عنده هموم ولا غموم ولا شيء، وهو فقير ما عنده مال، يعني عنده مال لكن قليل، لكنه غني في قلبه الحمد لله. هذا هو الغنى الصحيح. ورب رجل عنده أموال لكن تجده يعمل في الليل وفي النهار، عنده أموال، إذا نام يكفي هذا المال ويكفي أولاده وأولاد أولاده، لكنه ما زال يعمل، يلهث وراء الدنيا، وما زال دائما هو هموم، تجده مهموم مغموم، من أين سيزيد المال، من أين يخاف أن ينقص ماله، صح؟ فهذا دليل على فقر قلبه، هذا دليل على فقر قلبه، فهذا ليس غني، وإن كان غني في الظاهر لكنه فقير في قلبه، فهو يجهد نفسه، فهو يعني يجهد نفسه. طيب، فيعني كما تقدم معنا التوكل هو الاعتماد على الله
في جلب نفع أو دفع ضر مع العمل بالأسباب، ولا تجعل الأسباب هذه خلاص تعتمد على هذه الأسباب. لا يجوز الاعتماد على السبب. الاعتماد على السبب شرك أصغر كما تقدم معنا. إذا لم تكن عندي شهادة ما سأتوظف وما سيأتيني مال. إذا لم تكن عندي وظيفة أنا سأكون فقير. لا تعتمد على السبب، فالاعتماد على السبب شرك أصغر. وترك الأسباب تواكل كما قال ذلك يعني غير واحد من أهل العلم، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم. فالعبد يتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله يكفيه ويرزقه، كما قال الله عز وجل. قال المؤلف قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طير تغدو في الصباح، تذهب في الصباح بطنها فارقة خماص، جياع. ما معنى جياع؟ لا بال في الصباح، ثم ترجع في المساء، تروح أي في المساء بطانا. ما معنى؟ أنيان كنيان تروح. لو أنكم تتوكلون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الطير، فالطير يعني كما تقدم معنا تعمل بالسبب. الطير هل تجلس في أوكارها؟ لا، تروح. قال النبي تروح أي أنها تعمل بالسبب. في هذا دليل على أن العبد يتوكل على الله، ومن التوكل على الله العمل بالأسباب. أما ترك الأسباب فهذا تواكل، ليس بتوكل. التوكل على الله عز وجل مع العمل بالأسباب هو العمل بالأسباب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فإذا التوكل على الله فيما يعني في جلب نفع أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. يتوكل على الله في مثلا ولي يقول يا ولي اجلب لي الولد، يا ولي ائتني بالرزق، يا ولي ادفع عني يعني الضرر، وهذا ميت ما يستطيع، هذا ميت توكل عليه، فهذا شرك أكبر فيما لا يقدر عليه الله، شرك أكبر. طيب وصلنا. طيب الله وقت نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.